السلام عليكم، ازيكم واهلا بيكم في قناة ونس. اهلا بيكم في حلقة جديدة من قصص الرعب، قصص حقيقية 100% حصلت لاشخاص وقرروا انهم يحكوها، وانا قررت ان انا احكيها لكم واوصلها ليكم. يلا بينا نبدأ في اول قصة على طول. بس قبل ما نبدأ حابة افكركم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، ما تنسوش برضو تدخلوا على القناة التانية فيها فيديوهات هتعجبكم جدا جدا. صلوا على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا ندخل على اول قصة. أول قصة بتحكيها معانا بنت من مصر، بتقول أنا مش عارفة، القصة اللي معايا دي غريبة ومرعبة جدا جدا في نفس الوقت. حصلت لي وأنا صغيرة وكان عمري 8 سنين. بتقول أنا دايما وأنا صغيرة كنت بحب أروح لجدتي، جدتي مامة بابا. جدتي دي كانت عايشة في شبرا مصر، في المساكن القديمة خالص اللي هي عبارة عن بلوكات كده جنب بعض. جدتي كانت عايشة في الدور الأرضي، كانت بتحبني جدا وبتحب إن أنا أزورها جدا جدا. كان ساكن جنبها جارة ليها، الناس كلها في الشارع بيقولوا إن الجارة دي ملبوسة، بيتها مسكون، يعني مش طبيعي. والجارة دي كان اسمها ابتهال. الجارة دي قصتها باختصار يعني إنها في يوم من الأيام كانت في شقتها عادي جدا، ولكن موجودة في الحمام. جوزها طلقها، فمامتها لما جت تقول لها الخبر قالته لها وهي في الحمام. فالست دي فضلت تصرخ وتلطم لحد ما تعبت وأغمى عليها جوه الحمام. فمن ساعتها وهي ملبوسة بالشكل ده. بتفضل بقى تطلع كده في الشباك، تفضل تزعق وتشتم في الناس وتسب فعلا وتقول ألفاظ وحشه جدا، وتدعي كمان على الناس، بتدعي على اشخاص بعينها او بتشتم اشخاص بعينها. الست دي من ساعه ما حصل لها اللي حصل لها دي وهي طول الوقت قافله على نفسها، ما بتخرجش بره البيت ابدا. كنا اوقات كتير بنسمعها بتخبط في الحيطان اللي ما بينها وما بين بيت جدتي. بس الغريب انها لما كانت بتطلع وتفضل تسب وتشتم بالشكل ده وتدعي على الناس، كانت بتدعي على ناس ولا يعرفوها ولا تعرفها ولا عمرهم سمعوا عنها اصلا. ففي الاول كنت بتخيل ان هي يعني بتقول كده اسماء وخلاص، بتحكي كلام وخلاص. ولكن في مره كنا انا وابن عمتي قاعدين سوا في بيت جدتي، فلقيته مره واحده بيقول لي الحقي دي ابتهال عماله تدعي على خالته ساره. فركزت كده في الكلام، لقيتها فعلا عماله تدعي وعماله الست دي بتقول منك لله يا ساره، مزعله مامتك يا قله الادب. وفضلت بقى ايه تشتم. المصيبه ان فعلا عمته ساره دي كانت موجوده عند تيتا علشان تصالحها، لانها كانت مزعلها جدا. من الوقت ده وانا بقيت بركز في كل اسم بتقوله ابتهال الجاره دي واي حاجه بتقولها. فعلا ركزنا ان في كتير جدا من الحاجات اللي بتقولها والاسماء اللي بتقولها بيبقوا فعلا غلطانين في حاجه او عاملين حاجه. يعني في مره مثلا لقيناها بتشتم في ولد اسمه اسماعيل وبتقول ان هو موجود ورا البيت. الست دي ولا تخرج من البيت ولا حد بيشوفها، فازاي عرفت ان الولد ده موجود في المكان ده؟ المهم ان احنا في مره كنا بايتين برضو عند تيتا، انا وابن عمتي وبنت عمتي. ابن عمتي ده في الوقت ده كان في ثانويه عامه، كان بيقعد عند جدتي علشان يذاكر لان بيتهم كان دوشه شويه. فرحت انا وبنت عمتي علشان نحضر اكل في المطبخ. فنظام البيت هناك ان المناور كلها فاتحه على بعض، يعني مطبخ وحمام تيتا مفتوح على منور موجود فيه نفس الشباك بتاع جارتنا دي بتاع الحمام والمطبخ بتاعها. خلصنا اكل في المطبخ وطلعنا، بس واحنا طالعين سمعنا ان في صوت ميه بتتصب بشكل غزير جدا على حمام جدك. فرحت جري، انا كنت صغيره عندي 8 سنين، فتحت الحمام لقيت ميه داخله من شباك الحمام غزيره جدا، كأن في حد مدخل خرطوم كده من شباك الحمام بينزل فيه ميه للحمام بتاعنا. بس المشكله ان ولا كان في خرطوم ولا كان في اي مصدر للميه دي، هي ميه بتنزل من الشباك من اللاشيء حرفيا. طبعا اتخضيت، صرخت، طلعت على اولاد عمتي بره، ندهت ابن عمتي قال لنا خلاص اهدوا انا هطلع اشوف في ايه. فطلع المنور عشان يشوف يبص فيه ايه، فلقى حاجه ملاش اي تفسير حرفيا. يعني هي بالعقل والمنطق كده مستحيل، لقى ان الحمام بتاع ابتهال اللي هي الجاره دي كأن في دش او حاجه بتخرج ميه من حمامها واصل لحمامنا. ولكن المفترض ان في النص كده قبل الحمام في مطبخ، فلو كانت الميه دي هتنزل في حته فمفترض او تروح في حته، مفترض ان هي تروح ناحيه المطبخ الاول مش تروح على الحمام على طول كده. فابن عمتي دخل الحمام، جاب مسطره طويله كده وزق بيها الوصله اللي بتطلع ميه دي، دخلها الحمام بتاع ابتهال تاني. ولكن ابن عمتي بيحلف بيقسم ان هو بيزق الحاجه دي عشان يدخلها الحمام، كانت كأن في حاجه بتشد المسطره منه، عايزه تشده اكتر او تاخد منه المسطره. وبيحلف ان هو بيزق مصدر الميه ده، كان شاف عينين مدوره بتنور في الضلمه جوه الحمام بتاعها. بعد كام يوم كنت انا وبنت عمتي في الصاله بنتفرج على التلفزيون، وابن عمتي كان جوه في الاوضه بيذاكر، وجدتنا كانت نايمه. فانا ومريم قاعدين كده دماغنا بتودي وتجيب، عايزين بنفكر ايه اللي بيحصل جوه بيت الجاره ده، وايه صوت الخبط والحك اللي بيكون في الحيطان ما بين الحيطه بتاعتنا وبتاعتها. والمشكله ان الاصوات دي بتظهر في وقت متاخر، يعني بعد نص الليل. عارفين انتوا شغل الرعب ده. فصحينا تيتا من النوم
يعني غلاسه، بس واحنا صحيناها ما تفهموش بقى، احنا كنا قلقانين كنا خايفين عايزين نطمن بيها. المهم ان احنا رحنا صحيناها وخلاص. بس اول ما صحيناها كلمناها على جارتها ابتهال دي، قلنا لها هو انت يا تيتا عمرك ما دخلتي بيت ابتهال ده؟ قالت لنا هي مره واحده بس، كان بتاع تحصيل الميه بيخبط عليها وهي مش بتفتح خالص، ولا بتطلع له الفلوس من تحت عقب الباب زي ما بتعمل كل مره. فخفت عليها، يعني خفت قلقت تكون ماتت وهي لوحدها عايشه في البيت، يعني والدتها توفت وهي من ساعتها عايشه لوحدها، وما كانش في حد بيزورها غير اخوها بس، واخوها ده كان مرعب جدا جدا، وهعرفكم ليه. فتيتا كملت وبتقول انا فضلت انادي على ابتهال، يا ابتهال يا ابتهال تعالي ردي، ده بتاع الميه هنا جاي يحصل فلوس. فردت عليها ابتهال من جوه الشقه، ولكن صوتها المره دي كان تخين جدا رخيم كده، وقالت لها انا موجوده بس في 40 كلب ورا الباب، ادخلي ولو عرفتي تعدي منهم تعالي وانا هديكي فلوس التحصيل. وفعلا لما جدتي قربت كده من الباب سمعت صوت نباح عالي، سمعت صوت نباح كلاب عالي جدا، فخافت وحسبت هي الراجل بتاع التحصيل وقفلت الباب على نفسها. فاحنا الفضول خدنا قوي وسالنا تيتا هي ابتهال دي شكلها ايه يعني؟ قالت لنا شكلها عادي يا بنات، هي ست عاديه خالص، هي بس طويله شويه. فقلت لجدتي انا نفسي اشوفها، انا عايزه اشوفها. ساعتها جدتي بصت لي جامد وقالت لي اوعي تفكري تروحي هناك، هي اصلا ما بتفتحش الباب لحد غير اخوها وبس، واخوها ده بيزورها مره واحده في الاسبوع. وهنا بقى مخمخت انا وبنت عمي وقررنا ان احنا نستنى اخوها ده عشان يجي لها ونشوف، نبص كده من ورا الباب كده يمكن نلمحها ولا نشوفها. يعني كنا صغيرين في السن وخدتنا روح المغامره شويه. اخوها ده كان بيجي يخبط على جدتي علشان يسدد لها الفواتير اللي هي بتدفعها لابتهال، بما انها يعني ما بقتش تفتح الباب خالص لاي محصلين ولا حتى ترمي فلوس من تحت الباب، هي ما بتفتحش غير لاخوها وبس. اخوها ده كان دايما لما بيجي بدري جدا الساعه 7 الصبح، كان بيبقى لابس جلابيه كده زي الجلابيه الصعيدي، ولكنها يعني دايبه مهلهله قديمه قوي، وكان دايما عنده خياطه كده من عند راسه لحد عينيه، وجدتي كانت دايما تقول ان عينه دي كانت مفتوحه. المهم يعني ان الراجل ده كانش بيشوف غير بعين واحده بس، كان صوته تخين قوي، كان شكله مرعب، كان كلامه قليل جدا، يخبط السلام عليكم حاجه موجوده اندهلها، بس كان جاف جدا، ما بيضحكش ولا بيعمل اي حاجه تانية. يعني عاده مع اي اطفال اي حد بيقابلهم ممكن يضحك معاهم يهزر معاهم اسمك ايه طب نادي تيتا بتاع، لا ده ما بيعملش اكتر من كده. فاحنا قررنا انا وبنت عمتي انه اول ما الراجل ده اخوها ده يجي نحاول ندخل وراه، لانه هو كان دايما يعني بيسيب الباب بتاع جارتنا ابتهال ده موارب شويه ويخش لها بيقعدش وقت كتير ويطلع تاني، بس هو اول ما بيدخل لها بيجي علشان يدفع فلوس الفواتير ده لجدتي. فقررنا ان احنا نقعد لحد ما هو يخلص فلوس الفواتير دي، ياخد فواتير ويدي الفلوس لتيتا، وبعد كده قلنا لتيتا احنا نازلين عشان نجيب فطار، بس في الحقيقه ان احنا ورحنا ورا الراجل ده. المهم ان احنا فعلا قررنا بعد ما دخل لبيت ابتهال ندخل وراه، بس واحنا بنبص من ناحيه الباب كده لان البيت جوه ضلمه قوي، مع ان احنا كنا الصبح بدري جدا والشمس ماليه الدنيا، بس البيت جوه ضلمه وكئيب جدا مرعب. بنت عمتي دخلت في الاول، زقت الباب شويه كده ودخلت، انا بصراحه كنت ميته من الرعب. بنت عمتي كان معاها موبايل صغير كده بزراير اللي هو كان فيه فلاش ده، فشغلت الفلاش وبدات تبص فيه علشان ينور لها لان الدنيا فعلا كانت ضلمه. انا حاولت ان انا امشي وراها ببطء كده. لما دخلت احنا كنا كده بنور الفلاش يعني شايفين الصاله، المكان كان مكركب قديم، الحيطان والكراسي كان عليها كتابه كده وشخبطات، يعني تقدروا تقولوا كده تشبه لحد او عيل صغير كان بيلعب وبيشخبط. بنت عمتي كانت سابقاني بكام خطوه وانا كنت وراها، بس في الحقيقه ان انا اتجمدت في مكاني وما قدرتش امشي خطوتين زياده، لان انا لمحت في الطرقه ما بين الحمام والمطبخ ايد خارجه. في الوقت ده كانت مريم سبقتني بكام خطوه كويسين، يعني هي كانت قربت على الاوض وانا لسه جنب باب الشقه اصلا، وما كنتش قادره ان انا انده عليها علشان ما حدش يلاحظ وجودنا او الست تاخد بالها. وببص لها كده بحاول ان هي تبص، عايزاها تبص لي عشان اشاور لها عشان نخرج بسرعه. وببص ناحيه الطرقه بلاقي الخيال بتاع البني ادم ده بيظهر اكتر واكتر. انا اصلا خايفه اصوت ولا افتح صوتي علشان الخيال الموجود ده ما يطلعش يهجم عليا، عايزه انادي بنت عمي الحقها معايا، انا مش عايزه اخرج لوحدي. المهم ان انا لما ركزت اكتر والخيال ده بدا يظهر اكتر، لقيت ان الخيال اللي طالع من الطرقه ده كان خيال الست ابتهال. كانت خارجه من الطرقه دي، كانت لابسه جلابيه بيضه واشارب كده صغير على دماغها وبتحسس، هي ما كانتش شايفاني، ما كانتش بتشوف اصلا، فضلت تحسس على الحيطان لحد ما قعدت على الكنبه وفضلت بصالي. انا اللي كان ظاهر لي ان انا قدامها، هي اكيد لو بتشوف كانت شافتني. المشكله ان انا ملامحها ابتدت من قدامي تختفي وشكل نظرتها بدأ يختفي، لأن بنت عمي بدأت تبعد بالكشاف واحدة واحدة، فنور الكشاف أو النور اللي طالع من الكشاف بقى بالنسبة لي أنا ضعيف،
فالدنيا بتضلم قدامي. انا كل اللي عملته وقتها من شكل الست المرعب وشكلها اللي بيبقى مرعب اكتر كل ما الدنيا تضلم اكتر، كل اللي انا عملته وقتها ان انا فضلت ارجع بظهري لحد ما وصلت للباب، وهاتك يا فكيك خرجت بره الشقه جري. بعدها بكام دقيقه كده لقيت بنت عمي خارجه ورايا. ساعتها بنت عمي اول ما خرجت قالت لي هو انت ما جيتيش ورايا ليه؟ ده كان في مكتبه كبيره قوي جنب سريرها في الاوضه، دي طلعت اصلا كانت نايمه الحمد لله مش حاسه بينا. ساعتها بعد ما قالت الجمله دي انا اتصدمت واترعبت لدرجه ان انا فضلت اعيط بشكل هستيري. نزلنا كده في الشارع قعدنا ناخد نفس شويه وقعدنا على الرصيف. قلت لها والله كانت ظاهره قدامي، دي طلعت وقعدت قدامي. لحد دلوقتي على فكره وانا كبيره اهو عندي 23 سنه الست دي لسه عايشه. ما اعرفش حقيقي الموقف اللي انا شفته ده افسره بايه، ولحد دلوقتي واحنا كبار كده بنروح عند جدتي ولسه بنسمعها برضه بتشتم ولسه برضه بتسب ولسه بتدعي على الناس. والغريب اكتر ان هي بقت تدعي علينا احنا باسمائنا وبتشتمنا. المشكله او الرعب الاكتر ان الست دي لسه لحد دلوقتي عايشه، مع ان احنا لما كان عمرنا 8 و10 سنين الست دي كانت عجوزه اوريدي. الست دي غريبه جدا جدا، وحقيقي انا مش عارفه هي ازاي عايشه لحد دلوقتي وازاي كل ده كان بيحصل وايه السر اللي وراها واللي جوه بيتها. لحد هنا خلصت القصه الاولى. يا ترى انتوا عندكم اي تفسير ليها؟ اكتبوا لي. ندخل بقى على القصه الثانيه. صاحبه القصه الثانيه بتقول القصه دي حقيقيه 100% وحصلت لي انا شخصيا. البنت دي بتقول القصه دي حصلت من 9 سنين، عمري وقتها كان 13 سنه. بتقول انا اوضتي انا واخواتي كانت مشتركه. جيت في يوم نمت على حوالي الساعه 12 بالليل كده، واخواتي كانوا نايمين جنبي على سرايرهم. بتقول اليوم ده ان انا صحيت فجاه من النوم، ببص في الساعه لقيتها الساعه 3 الفجر. استغربت يعني ان انا صحيت في الوقت ده. فبتقول ببص من الباب لقيت فيه ست كبيره ضخمه وطويله داخله علينا الاوضه. بتقول ان الست دي دخلت الاوضه مشت في الاوضه وبعدها طلعت. تقول ان الوقت ده كنت قاعده مسهمه مش بتحرك ولا قادره اتكلم ولا قادره اصرخ ولا اقول اي حاجه. انا كل اللي انا كنت بعمله ان انا كنت براقبها في صمت لحد ما خرجت من الاوضه. المهم انها نامت تاني، ولما صحت بتفتكر الموقف، يعني حست ان الموقف ما رعبهاش قوي. قالت يمكن يعني اما كنت نايمه بس خيالي كبر شويه او ضخم الموضوع شويه، ممكن دي تكون امي دخلت الاوضه تاخد حاجه وخرجت تاني. المهم ان انا في نهايه اليوم كده حكيت الحوار اللي حصل ده لمامتي وخالتي. مامتي ساعتها بعد ما سمعت مني الكلام ما اتكلمتش، سكتت. بس خالتي حبت انها يعني تحط سبايسز كده على الموضوع، قالت لي ما يمكن اللي دخلت دي مش مامتك ولا حاجه، ما يمكن دي تكون واحده من الجن ولا حاجه. فسمعت منها الكلام كده وبلعت ريقي وسكت. تاني يوم بقى حصل مع البنت نفس اللي حصل لها ده. بتقول قمت من النوم في نفس التوقيت تقريبا، ببص في الاوضه لقيت الست دي داخله عليا. المره دي الست دي جت ناحيتي وراحت جايه ضرباني كف، ضربتني بالقلم حته ضربه لدرجه ان انا لحد ما قمت من النوم تاني يوم انا خدي بيوجعني. المصيبه بقى ان حصل لها نفس اللي حصل لها اول يوم، ولا قدرت تصرخ ولا قدرت تتكلم ولا قدرت تعمل اي حاجه. بعدها بكام يوم بقى ابتدى الموضوع يزيد، بدل ما كانت بتدخل واحده ست بقى بيدخل راجل بيبدا يسحبها من رجليها. وبتقول ان انا مهما كنت اصرخ واطلع صوت اخواتي نايمين محدش فيهم سمعني ابدا. بتقول انا كان الموضوع ده بيتكرر معايا في الاسبوع 3-4 مرات، لدرجه ان انا بقيت اخاف انام. كنت لو نمت ساعتين يبقى فرج من ربنا، لدرجه ان انا غيرت نظام يومي خالص، بقيت انام الظهر واصحى طول الليل من كتر ما انا خايفه من اللي بيحصل لي بالليل. المهم ان انا كان كل ما بيحصل لي كده كنت بروح احكي لمامتي كل يوم، بس للاسف ماما ما كانتش بتصدقني، كانت متخيله ان انا بحكي اللي بحكيه ده علشان افضل سهرانه بالليل وما انامش كحجه يعني. بس بعد ما شافوا ان حالتي بتتدهور وان انا فعلا ما بقتش قادره انام وان انا بقيت بعيط بشكل هستيري، مامتي كلمت جارتها دي كانت شخص يعني تقي ويعرف شيوخ وكده. فلما كلمت الشيوخ دول قالوا لهم ان ممكن ان انا يكون صايبني عين صايبني مس. فمامتي لما عرفت كده بقت تشفق عليا شويه، بقت تاخدني انام جنبها في الاوضه. بس المصيبه ان انا برضو لما بنام جنب مامتي بيحصل لي نفس اللي بيحصل لي في الاوضه مع اخواتي. يعني الموضوع مش متعلق بالاوضه او بالمكان، بس انا مش عارفه هو ليه وقت ما عرفوا ان هي مثلا ممكن تكون مصابه بعين او بس ما جابوش حد يقرا عليها، الله اعلم. المهم نكمل القصه. بتقول ان في يوم من الايام حصل لها حاجه بقى كانت مرعبه اكتر حاجه. بتقول اليوم ده كنت نايمه في الاوضه جنب اختي. بتقول اليوم ده كنت نايمه في الاوضه مع اخواتي عادي، وصحيت في نفس التوقيت اللي هو 3 الفجر، ولا كنت برضو قادره اتكلم ولا كنت قادره اصرخ. ببص في الاوضه لقيت حوالي 5 اشخاص كلهم بيبصوا لي وقاعدين يهمهموا كده بكلام مش مفهوم. كانوا قاعدين بيطلعوا كده شويه ضحك. كان في واحد منهم واقف على كرسي وبيبصوا لي كانهم هيهجموا عليا. للاسف الموقف ده حصل من 9 سنين بس فاكراه كانه حصل النهارده من كتر الرعب اللي انا كنت فيه.
بتقول ان بعد الموقف ده فضلت مداومه على قراءه سوره البقره والاذكار والصلاه لمده 3 شهور متتاليه، والحمد لله بعد ال3 شهور بطل يحصل لها اي حاجه من الحاجات دي. بتقول انا ما اعرفش اللي حصل لي ده بسبب ايه، بس في تفصيله كده انا عايزه احكي عليها. بتقول ان في التوقيت ده كانوا جايبين واحده في البيت عامله، يعني بتشتغل في البيت، والعامله دي ما كانتش بتحبها ولا بتطيقها ولا في سما ولا في ارض، مع اني كنت صغيره عندي 13 سنه وما بتعاملش معاها يعني عادي، ما فيش بيني وبينها حوار، يعني ما اقدرش اقول ان مثلا اتخانقنا مع بعض او حصل حاجه خالص اطلاقا. بس العامله دي كانت دايما تقول انا مش بحبك، انت عمرك قد عمر بنتي بالظبط، ليه انت بتتعلمي وقاعده في بيت كويس ومع اهل كويسين وانا بنتي لا. بس بعد ما العامله دي سابت البيت ومشت، والحاجات اللي كانت بتحصل لي دي بطلت تحصل لي. هي قعدت عندنا حوالي سنه، وبعد السنه دي ما بقاش بيحصل لي الحمد لله اي حاجه، ولكن طول ما هي كانت موجوده في البيت طول السنه اللي اشتغلت فيها كان دايما بيحصل لي الحاجات دي. فتتوقعوا ان العامله دي ممكن تكون عامله لها عمل او اصابتها بسحر؟ انا اتوقع جدا طبعا. يعني اكتبوا لي انتوا رايكم في التعليقات. بس لحد هنا تكون خلصت حلقتنا وخلصت القصص بتاعتنا. لو عجبتكم القصص وسلتكم او رعبتكم يا ريت تكتبوا لي رايكم، ولو وصلتوا لحد هنا شكرا جدا من قلبي ليكم، واستنوا فيديو جديد وحلقه جديده. سلام.